الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير، لكنه بإذن الله ممكن يساعد ناس أكتر. في ناس حتى لو طلبوا منك المساعدة مش هتقدر تغيرهم، لأنهم مش عاوزين يتغيروا. كل الفكرة إنهم سألوك، لكنهم عارفين كويس جدا إن التغيير ده ألمه صعب وضريبته كبيرة، بل كمان مرتاحين في اللي هم بيعملوه حتى لو عارفين إنه غلط. هتقولي طب سألوا ليه؟ أول حاجة ممكن يبقى فضول. 2 ممكن يبقى إرضاء مؤقت للضمير. 3 إنهم بس يكونوا عارفين الطريق علشان محدش يلومهم ويقول لهم ما سألتوش ليه. 4 تقليل الشعور بالذنب. سم ما شئت، لكن أهم حاجة إنك كل ما هتشوفهم هتفتكر إنهم بيحاولوا، لكن الحقيقة هم ما حاولوش خالص ولا عملوا أي حاجة. طب الحل؟ أول حاجة فك الارتباط. ما تاخدش الموضوع على صدرك، أنت قدمت النصيحة والموضوع خلص، أنت مش مسؤول عن نتيجة فعل الآخر. 2 قدم النصيحة لما تطلب منك، لكن بعد كده لو ما لقيتش تغيير فعلي استثمر 20% بس مع الشخص اللي قدامك ده. 80% توفرهم للناس اللي فعلا بيتغيروا وبيحاولوا. 3 إنك لازم تحط حدود واضحة. لما تلاقي كل حاجة ماشية في حلقة مفرغة، إنه بيشتكي وإنت بتجاوب وهو ما بيعملش، وحد تاني يشتكي منه فهو يرجع يشتكي لك تاني ويسأل وتفضل في نفس الدايرة، لازم هنا تنسحب وتقول له إن المشكلة عندك أنت والحل في إيديك، أنا ماليش دخل. رابع حاجة، بلاش تعيش دور المنقذ. أنت كنت مجرد دليل، وصفت له الطريق وهو رفض يمشي فيه. طب أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن كتير جدا من الناس اللي بيقدموا إيد المساعدة لغيرهم بينتهي بيهم الحال، هم اللي محتاجين مساعدة. سلام.